نعم بعدني عايشة. هلا يا أصدقاء، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. أعرف مختفية صار 4 شهور، بس اليوم اجاني الواحد سويت يعني من لا شيء حرفيا. فهسه قعدت قلت خل أصور فلوق يوتيوب، يعني صار لي هواية مختفية. وهمين كنت اقلب اشوف فلوقات مال بنات وهيجي، واحس تحفزت وقلت ليش ما انشر لكم فلوق عن يومي وهيجي واشارككم يعني جزء من يومي مثل الفيديوهات المعتادة. قلت يلا خل اصور لكم. اليوم حروح لاهلي وعندي كم شغلة اريد اسويها وهاي، فقلت اصور لكم. يعني هو ماكو شي مميز حرفيا، يعني يوم عادي، بس خلاص قررت قلت يلا حوراء قومي صوري فلوج حتى لو ما عندك اي فعالية، بس صوري والله كريم. هي الفعاليات حتجي، فكلش متحمسة ارجع للفلوجات مال يوتيوب والاجواء وهيجي. واهم شي الفيديوهات الطويلة، لان ادري بكم تعبتوا من الفيديوهات الشورتس القصيرة اللي قاعدة انزلها. فاليوم قررت لا، فيديو طويل وش قد ما اقدر راح اسويه طويل لحد ما يصير 14 دقيقة 15 دقيقة عادي، كلش عادي، لان ادري بكم انتم مشتاقين لي وانا هم مشتاقة لكم. فيلا نبدأ باليوم. ايش نبدي؟ والله الحقيقة اصلا اليوم بادي صار له تقريبا 15 ساعة لان هسه الساعة بالواحدة الظهر، وانا هسه قلت لكم راح نبدأ باليوم. بس عادي يعني، المهم قررت، فاللحظة اللي قررت بيها هو هاي بداية اليوم. فأنا قعدت الصبح تريقت وكملت وقلبت شوي بالسوشيال ميديا وحضرت أشياء وهاي، بس هسه حكمل يعني باقي اليوم وياكم. يلا نبدي. جايز أول ما قعدت حضرت الأشياء، أهم شي واللي هي عيد ميلاد أمي من شهر العاشر، وعيد ميلاد صديقتي همين بشهر العاشر، وما رايحة لأهلي صار كلش هواية. فهاي الهدايا جبتها وحضرتها وغلفتها ومتحمسة أعطيها إلهم. المهم هسه أنا صحيح قاعدة من 9، بس حرفيا كل شي ما مسوية، بس حضرت الهدايا وها هي. فهسه أول شي راح أسويه راح أروح للسوبر ماركت. ماما وصتني على أشياء، وهمين نحتاج حليب، أريد أسوي آيس كوفي صار 3 يوم ما شاربه، واشوف الاشياء اللي احتاجها. فتعالوا وياي. هسه اول شي نسويه راح نروح للسوبر ماركت، وبعدين راح ارتب البيت واشياء، يعني المهم ما اريد احرق عليكم الفيلم. فهسه خلينا نروح. شوفوا مبدئيا انا جيت هنا اريد هذا المارشميلو الصغار اذا شايفيه، اسوي بيه هوت شوكليت. هاي اول مهمة لازم اسويها، مارشميلو صغار. اين انت يا مارشميلو صغار؟ هاي ملون ما اريد ابيض. ايه لقيته اخيرا. هذا راح يوجعه لان هذا كبار. اول شي تم. هسه اريد هوت شوكليت. هسه اخر شي حليب. ما لقيت الحليب اللي اريده تشبيع، فجبت هذا شوية وبس. اعتقد هسه خلصت كل المهام. وهذا هوت شوكليت نوعية جديدة حجربها وبس. اي نعم انا جيت للسوبر ماركت بس حتى اشتري هيجي اشياء تافهة. بس انا كنت كلش محتاجة الحليب والمارشميلو. هاي هسه صار لازم نروح للبيت. الوضع اتطور شوية، بس هسه حنروح للبيت. هسه رجعت للبيت، سوري على الهوسة والاشياء. هسه راح ارتب كل شيء واحضر جنطتي واشيائي، لان حبقى كم يوم يم اهلي. هسه خل ارتب الغراض. بعد ما كملت كل شيء، حضرت ملابسي، حضرت الاشياء اللي احتاجها. هسه بدلت وهسه راح ننطلق حتى نروح لبيت اهلي. اريد اشوفكم الاوتفيت كله، بس هو يعني مو حلو كلش، بس هيك على المود يدفي. من نوصل هناك بعد اصور لكم الاوتفيت كامل. هسه شنو؟ هسه منتظرة نطلع يجي زوجي حتى ياخذني ونروح، وهمين هناك اقعد بالبيت اصور لكم الاوتفيت كامل بحديقة اهلي. تذكروا الحديقة؟ ادري بيكم مشتاقة لها وانا مشتاقة لها. ايه كلش متحمسة اروح. عندنا هناك فعالية ويا صديقاتي، اشياء راح اسويها ويا زهراء اختي همين حتجي وهاي. فاريد اشارك وياكم هالمرة كل شي يعني. اريد فيديو يصير مدته 60 دقيقة. هسه خلينا ننطلق. ما لحقت اسوي لا ايس كوفي ولا هوت شوكليت.
هسه احنا بالطريق. سهرة سوت لنا لفات، جابت لنا دومة وياها. هلو. يلا كل. ماما سوت لنا هوت شوكليت. واو حلو. صار نفس ما كنا متوقعين. اقول صار نفس ما كنا متوقعين والله. هسه الثاني. هلا شلونكم؟ هذا الماما، هذا الزهراء، وهذا إيليا. جديد حوراء. احلى هوت شوكليت. حسيت بده. هاي زهراء سوي هلا. هاي خاف ما سامعين صوت زهراء اختي. طبعا شنو الجو يجنن. فهسه راح اودي هذا الهوت شوكليت لاخويا. اخويا طالب سادس. هذا اخوي صغير وابن عمك عشان هو. السلام عليكم. المهم اخويا طالب سادس، فسويت له هوت شوكليت وهسه راح اودي له. هلا علاوي، شلونك؟ تفضل. دلال. تفضل إيليا. لا قل له ثانك يو. لا ثانك يو. شقل. علاوي هنا قاعد يقرأ كيمياء. شلون الكيمياء وياك؟ جلادة. جلادة. هذا إيليا. هلو إيليا، شلونك؟ خلي اسوي وياك تحدي. إيليا وياك باوع. اذا اني اندعمت ومتت، اندعمت ومتت ودفنوني، ايش راح تاكل؟ دجاج لو لحم؟ لحم. يعني انا متت ودفنوني ايش تاكل؟ دجاج لو لحم؟ فيك بس قل لي اذا اني متت واندعمت. إيليا باوع علي. اذا اني اندعمت ومتت ودفنوني شنو تاكل؟ دجاج لو تمن؟ دجاج. ولك انا متت. لا جايز ماما عندها طلبيات كيك وقاعد اشتغل وياها، فهاي الكيكات قبل لا نزينهم. جايز شوفوا هاي الكيكة هسه اني سويتها. مو قلت لكم عندي طلعة ويا صديقاتي وهاي، يعني مو طلعة راح نتجمع وهاي، فسويت هاي الكيكة لهم. تخيلوا اني سويتها، يعني هي ماما صحيح ساعدتني. سويت الكيكة كلها وخليت هذا الابيض واني اللي سويتها، بس ضفت هذني الاشياء. شنو رايكم بيها؟ انا هسه حروح لصديقاتي، راح نتجمع ونسوي اشياء ونسوي فيجن بورد وهاي سوالف. يعني هو انا راح اصور لكم اكيد، بس يعني مبدئيا هاي الكيكة. جايز هسه وصلت يوم صديقتي، بس شوفوا الاجواء اللي محضريها. بعدهم صديقاتي الباقيات ما جايين، بس شوفوا الجمال. طبعا انا ساهمت بالشموع وبهاي الوردية، الباقي كله صديقتي، بس شوفوا الجمال كلش كيوت. ما التخرج حق زيد شوية. هذا فلوق مال اليوتيوب. زيد لنا شوية هنا. ايه انا بدي يطلع اللقطة. لا اصلا هذا ما صبيت بيدي. تفضلي رسلة. شكرا. تفضلي حبيبتي. لا عاد ليش اصير لك قاعدة نصور؟ وصلت ليش؟ بس ما يبين. هذا حتى واحد كاميرات. بس ما اقدر. صورتي؟ بطل. لا مريم التانج حلوة دنيها شوي. سووا هيك حركات مال بنات كيوت. بس شوفوا اليوم سويت هذا رمان وكيكو. شفته ترند مدري طلع الفيديو بالتيك توك، وما انه اهلي عندهم طن كيكو، قررت استغل الكيكو اللي عندهم بالكميات الهائلة واسوي بيه كل شي يخطر ببالي. فاليوم سويت هاي رمان وكيكو. هسه راح اجربها واعطيكم رأيي الحقيقي بيها. طيبة بس مو كلش، يعني الرمان واحدة اطيب. احس اذا ويا فراولة يطلع طيب، او موز
أنطيها 5 من 10.